بتدرسي ايه؟ بزنس. فين؟ بره في كندا. فين في كندا؟ تورونتو. انت في اجازه قد ايه؟ 20. 20 يوم. تابعت الكامبين بتاعنا بتاع تضحكي انت اجمل؟ عايزه تضحكي؟ اكيد. السلام عليكم. صديقتنا بتعاني النهارده من عدم تناسق اجزاء الانف مع بعضها البعض وعدم تناسقها مع ملامح الوجه. هي تعرضت لحادث كدمه من الناحيه اليمنى ادت الى انحراف الانف وانحراف الحاجز الى الناحيه اليسرى من الوجه، لان زي ما احنا عارفين الانف تذهب حيث يذهب الحاجز الانفي. عندما ذهب الحاجز الانفي الى الجهه اليسرى اخذ الانف معاه تماما وعمل اعوجاج في الحاجز الانفي، اثر على التنفس واعوجاج في شكل الانف الخارجي. وجود بروز في ظهر الانف جزء منه عظمي وجزء منه غضاريف بيعطي منظر عدم تماثل بين جانبي الانف زي ما كانت بتشتكي واحنا بنصور معاها زي ما شفنا من شويه. البروز ده يجب نحته تماما ليصبح ظهر الانف مقعر قليلا للداخل. كمان عظام الانف من اعلى يجب نحتها وضمها، الانف يجب تقصيرها ورفع الارنبه قليلا لاعلى، اصلاح الحاجز الانفي من الداخل بالمنظار. اهم من ده كله ان الانف اللي شفتت ناحيه الشمال ترجع الى الميد لاين تماما لتصبح الانف في منتصف الوجه تماما. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لدعواتكم الجميله. زي ما احنا شايفين وزي ما اتفقنا قبل كده ان الانف تذهب حيث يذهب الحاجز الانفي. الحاجز الانفي كان شيفت ناحيه الشمال، مجرد ما رجعنا الحاجز الانفي من الجهه اليسرى الى منتصف الانف او الميد لاين بتاع الفيس كله، رجعت الانف في منتصف الوجه تماما واصبحت تم نحت ظهر الانف. زي ما احنا شايفين ظهر الانف كان محدب للخارج اصبح مقعر قليلا للداخل. عظام الانف من اعلى تم ضمها، كمان تم اصلاح مجرى التنفس من الداخل بالمنظار. ارنبه الانف اصبحت بتعكس نقطه النور اللي سايط عليها، اصبحت بوينتد، اصبحت سبورتد، مش هتقع اثناء الضحك. شكرا لدعواتكم الجميله وفي انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.